السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ مع اخوكم محمود الهيتي. مكملين النهارده واخر حلقه او اخر تمرينه من النظام بتاع البوش والبول والليجز. للناس اللي كانت متابعاني كويس جدا، نزلنا كده حوالي 5 تمرينات، ودي التمرينه السادسه والاخيره للنظام دوت. زي ما اتفقنا هو نظام انت بتتمرنه، بتتمرن المجموعه نفسها مرتين في الاسبوع. يعني لو مجموعه البوش او مجموعه البول او اللي هي الليجز. البوش اللي احنا اتكلمنا فيها زي الصدر والكتف والترايسبس. البول اللي هو الظهر والبايسبس. الليجز اللي هي طبعا رجلين، بتتقسم كلها على مرتين. النظام ده زي ما اتكلمنا فيه قبل كده كويس للناس اللي عندها 6 ايام عايز تتمرن. النظام ده كويس للمبتدئين، النظام ده كويس للمتقدمين. مش ده النظام الوحيد، يعني ده في انظمه كتيره جدا حتى في النظام دوت. مش دي التمارين الوحيده اللي انا عملت الفيديوهات عليها اللي انت ممكن تتابعها. في كذا مدرب منزل تمارين وكذا حاجه تانية، كل واحد بيختلف هو بيركز على ايه. مش معنى كده ان بتاعت التمارين اللي انا ماشي عليها صح او التمارين اللي حد تاني اللي منزلها هو اللي صح. عايز بس اقدم ملحوظه ونصيحه للناس اللي بتخش بتكتب كومنتات: انا عايز نظام تمرين، عايز اتمرن، عايز اعمل. معلش، مع احترامي الشديد ليك، موجود على صفحه دولكس لاب، موجود على صفحتي الشخصيه، موجود على صفحه اليوتيوب بتاعتي. محدش طلب منك تدفع ولا مليم، محدش طلب منك اي حاجه. كل اللي بنطلبه منك ان انت تخش على الفيديوهات في الصفحتين دول وعلى اليوتيوب وتدور بنفسك، تشوف الفيديوهات ديت. الفيديوهات كلها موجوده. مش معنى كده ان احنا مش عايزين نساعدك، مش معنى كده ان انا لما ارد على حد اقول له بص على الفيديوهات يبقى انا كده متكبر او ان انا كده ما عنديش وقت ارد عليه. لا، هو بيقول لي مثلا فين بقيه الفيديوهات؟ طب ما تنزل لي لينك بالفيديوهات. طب انا معلش، انا عملت الفيديو وعملت له ايديتنج ونزلته لك وحطيته على اليوتيوب وحطيت اللينك بتاعه. انت ليه بقى ما تتعبش نفسك لو انت مثلا فاتك تمرينه معينه او ما شفتش ال5 تمرينات اللي قبل كده او تمرينه معينه، وتتعب نفسك وتخش على الصفحه وتدور عليها؟ هي الفكره كلها كده. ليه انت بتحاول تستسهل؟ طب انت لما بتستسهل محدش هيتمرن بدالك. هي الفكره كلها في الموضوع دوت. بلاش تستسهل. مش بتكلم عليا انا بس، بتكلم في عامه. لما بتخش تسال على حد ويقول لك مثلا لا دور في الحته الفلانيه نزلت المعلومه دي، انت كل همك انت عايزه يرد عليك ويديك المعلومه او يرد عليك ويديك الفيديو في ساعتها. لا، انت دور وطلع الفيديو. اتعب شويه. انت لما تتعب شويه هتبقى بالنسبه لك الموضوع قيم. ده اول موضوع. تاني موضوع، انا بقالي فتره ما بعرفش افطر. يعني الحمد لله على كل شيء يعني، بس الناس اللي عارفاني يعني. فمؤخرا فطاري باكل موزة على السريع وباخد البروتين بتاعي. هي دي الفكره كلها. البروتين بيحل محل الاكل لو ما عندكش وقت تاكل، او طبعا لو ما عندكش وقت او مثلا ما فيش اكل يكفي بتاخد بقيته من البروتين، حاجات كده اهوت. فانا شخصيا بقالي فتره ده الفطار بتاعي. مش هكذب عليكم. طبعا الاكل افضل، الاكل احسن، وقلت الكلام ده مليون مره. بس انا مؤخرا يا اما انا مشغول عندي شغل الصبح وما عنديش وقت ان انا اعمل فطار وانزل، يا اما بصراحه بصحى يوم الاجازه بتاعي زي النهارده ما عنديش نفس ان انا افطر اكل يعني. فاسهل حاجه بالنسبه لي باكل موزاية على السريع، بحاول اخد مصدر كربوهيدرات وبشرب البروتين بتاعي. النهارده هنتكلم على تمرينه الرجلين، اخر التمرينه السادسه. اتفرجوا عليها وقولوا رايكم، وان شاء الله نكمل مع بعض بقيه سلسله تمارين. كده البرنامج ده خلص. عايز اعرف رايكم وعايز اعرف الناس اللي ماشيه عليه عامله ايه دلوقتي، واللي عايز يشوف حاجه جديده يقول لي عليها. يلا، سلام عليكم شباب.